عزيزي المزارع، أصدرت وزارة الزراعة نشرة بأهم التوصيات الفنية لشهر مايو، وأصدر قطاع الإرشاد الزراعي النشرة الفنية بأهم التوصيات الخاصة بحدائق النواة الحجرية، ومنها الخوخ والمشمش والبرقوق. أهم العمليات: التخلص من السرطانات على مدار الموسم. يتوجب التخلص أيضا من الحشائش وجمع القواقع خارج المزرعة. كذلك يتوجب فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة. ويتوجب إجراء عمليات خف الثمار في الأصناف المتأخرة والمعدة للتصدير في الخوخ. من المهم جدا جمع الثمار في الأصناف المبكرة، وجمع الثمار المصابة بالذبابة ودفنها بعد إضافة الجير الحي. أما بالنسبة للتسميد، فالأشجار التي تروى بالغمر يضاف إليها 150 جرام من سلفات النشادر أو نترات النشادر، ويضاف 100 جرام من السماد مركب للأشجار أقل من 4 سنوات، و300 جرام للأشجار أكبر من 4 سنوات. يضاف 150 جرام من سلفات البوتاسيوم للأشجار الصغيرة، و300 جرام للأشجار الكبيرة، ويكرر كل 15 يوما. بالنسبة للأشجار التي تروى بالتنقيط، في الرية الأولى يضاف كيلوغرامين من سلفات النشادر، في الرية الثانية يضاف كيلوغرامين من سماد مركب 19 إلى 19 إلى 19، في الرية الثالثة يضاف كيلوغرامين من سلفات بوتاسيوم، في الرية الرابعة يضاف لتر من حامض أميني للفدان لمدة شهر، بالإضافة إلى لترين من حامض هيوميك مرة في الشهر، مع لتر من حامض الفوسفوريك مرة كل 15 يوما. وبالنسبة للتسميد الورقي، يتم رش العناصر الصغرى بمعدل 300 جرام من الحديد، و150 جرام من الزنك، و150 جرام من المنغنيز، و75 جرام من المغنيسيوم، و50 جرام من البوركس، و200 جرام من اليوريا. وبالنسبة للري وفقا لعمر الأشجار، في السنة الأولى تروى ب20 لتر، في السنة الثانية تروى ب30 لتر، في السنة الثالثة 40 لتر، في السنة الرابعة 40 لتر. بالنسبة للأشجار أكبر من 5 سنوات يضاف من 45 إلى 55 لتر.